السلام عليكم، ازيكم؟ انا سلسبيل السباعي، وده فيديو جديد من لولي كرافتي. الروبوت اللي مكسر الدنيا، الروبوت الشقي الاصفر ده هنتعلم مع بعض نعمله. اول حاجه هنرسمه او نطبعه بالحجم اللي احنا عايزينه. هنا انا كنت عاملاه تقريبا 40 سنتي. شفيت الرسمه مره كمان على ورق كلك. تقدروا تعملوا كده، وممكن تقصوا الشكل الاساسي، بس انا عشان بحب احتفظ بالباترون جبت دلوقتي فوم اسود علشان هعمل البيزك بتاع الروبوت، لان لازم يبقى فيه طبقة اساسية اشتغل عليها، عشان ده بيديله متانة. ما ينفعش اشتغل كل لون لوحده والزقهم في بعض من غير ما يكون في ظهرهم حاجة ثابتة. انا بالنسبة لي بحب اعمل كده عشان بيبقى متين اكتر ويعيش اكتر. هبدأ احدد حواف الشكل على الفوم الاسود بالشكل ده. انا عايزاه على وشه، فانا هحدد الرسمة على وشها او تقلبوا الرسمة على ظهرها، مفيش مشكلة. المهم يبقى كله في نفس الاتجاه، يعني هقص وهرسم كل الفوم بنفس الاتجاه عشان الشكل النهائي يطلع زي بعضه واحد. هنا بدأت بسرعة جدا، سرعت الفيديو بس عشان متزهقوش. ان انا بحدد الرسمة علشان اخد الفريم الاسود بتاع الروبوت كله. اتحدد. هنا بدأت افرغ الفوم الاسود من المكان اللي انا حددت منه. ده كده اول خطوة هنعملها. تاني حاجة هنبدأ نفرغ الالوان. انا كاتبة في الباترون الالوان اللي انا محتاجاها. فمثلا اللون الاصفر انا محتاج منه الوش، محتاج منه الايدين، محتاج منه الرجلين، فهبدأ افرغ كل اللون الاصفر مرة واحدة. دي خطوة بسهل بيها على نفسي، ودي طريقتي في الشغل، وكل واحد بيشتغل بالطريقة المناسبة ليه. في النهاية كله حلو، كل الطرق تؤدي. خلصت تفريغ اللون الاصفر كله، وبدأت ان انا اعمل اكس على الحاجات اللي انا مش محتاجاها او هفرغها. يعني مثلا زي الدايرة اللي في جسم الروبوت. فدلوقتي قصيت بالمقص الكبير الاشكال الكبيرة، وبعدين الحاجات اللي محتاجة تتفرغ وصغيرة جبت مقص صغير زي مقص الضوافر كده، وبدأت افرغ الاشكال اللي انا مش محتاجاها. طبعا مش محتاجين اقول لكم نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نهدرش في الخامة، وان احنا يعني لو في قطعة كبيرة شوية ما نرميهاش ونستخدمها في الاشكال الصغيرة، الدواير، الكلام ده. طيب انا دلوقتي برسم العيون والمناطق اللي لونها ازرق كلها، هي حاجات بسيطة. فكان عندي حتة فوم بدأت افرغ عليها الشكل اللي انا محتاجاه وارسمه بالشكل ده كده. طبعا انا برسم على الظهر، فاخلي بالي ان الباترون بتاعي بيكون برضو على الظهر عشان لما اقلب الشكل ما يطلعش معكوس. فرغت الاشكال كلها اهو. وبعدين الخطوة اللي بعدها هبتدي اشوف انا محتاجة اعمل ايه تاني. فاضل لي العين اللي هي الدايرة السوداء بالفوم جليتر، فبدأت افرغ دايرتين بالمقاس اللي انا عايزاهم وقصيتهم. وكده العين اللي لونها اسود بقت جاهزة، والعين الزرقاء بقت جاهزة. فاضل ايه دلوقتي؟ ان احنا هنجيب دايرة نعملها للعين اللي هي من جوه. جبت الشكل قدامكم اهو، وهبدأ اعمل بقى بازل. المرحلة دي بالنسبة لي ممتعة جدا، بحب اجمع البازل ده. بدأت اجمع الشكل اهو. وطبعا انا مش باين في الصورة، بس انا حاطة قدامي الباترون علشان ببص عليه لو في حاجة متلخبطة فيها وكده. بدأت اعمل التفاصيل، وزي ما انتوا شايفين ده شكله في الاخر. بعد ما خلصت التفاصيل بالماركر الاسود بدأت احدد شوية تفاصيل في الايد، فعملت له شكل مختلف. اشوفكم في طبعا فيديو ما جديد. تنسوش لو باي الفيديو باي. عجبكم اعملوا سبسكرايب وشير عشان كل اصحابكم يشوفوا. وطبعا اعملوا لي فولو على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك وهنا كمان، وهستنى تطبيقاتكم في الكومنتات. باي باي.